ازيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 8؟ اتمنى يكون الجميع بخير. انا مس هبة وده ساينس اكس بي. هنكمل سلسلة الفيديوهات اللي بنشرح فيها المنهج على اجزاء، مش هتلاقي الفيديو الدرس كامل، ده بارت 2 من الووتر. واللي كنا وصلنا عشان ما اطولش عليك في الفيديو اللي فات لحد الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر، وقلنا كل الاسئلة المهمة اللي بتيجي في الامتحانات وازاي نجاوبها وازاي نحلها. الفيديو اتأخر شوية معلش، لكن أتمنى يكون تابعت فيديو بارت 1 كويس. فيديو بارت 2 بيكلمني عن زي ما انت شايف كده الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر، وايه هي صفات الووتر اللي تخص كيميكالي. طيب أول حاجة وأهم حاجة في الووتر إن الووتر has neutral effect on litmus paper. فاكر الليتمس بيبر اللي كنا بنميز بيها أو بينها ما بين عن طريق الليتمس بيبر أقدر أميز بين الأسيد والبيزس، acids والبيزس turns into a red with acids، برافو عليك، و blue with bases. طيب أنا هنا أقدر بقى هنا أعمل إيه؟ أشوفها على الووتر هتديني red ولا هتديني blue؟ قال لي لأ، هي ولا هتديني red ولا هتديني blue. طب ليه يا سيدي؟ قال لي عشان الووتر has neutral effect مع الليتمس بيبر. يعني ايه نيوترال افكت؟ يعني ولا اسيد ولا بيزس، يعني نيوترال افكت، نو افكت. تمام؟ ودي من الحاجات طبعا الابنورمال بالنسبه للووتر واللي بتميزها جدا جدا. طيب يبقى دي اول ميزه بتميز الووتر، انها هاز نيوترال افكت مع الليتمس بيبر، ولا بتديني بلو ولا بتديني ريد. طيب بالنسبة بقى للبروبرتي التانية، قال لي تعالى كده بص، هو الووتر ده بيتكون من ايه؟ الووتر ده بيتكون من H2O، صح كده؟ احنا اول بروبرتي عندي خلاص قلناها has neutral. لا تعالى استنى بقى اما اوضح لك كده عشان البورد تقدر في الاخر تاخدها سكرين شوت لو حبيت. الكيميكال properties of water، ايه هي الكيميكال properties of water؟ أول حاجة فيهم إنها has neutral effect. Number 1 has neutral effect on litmus paper. حلو أوي. طيب تاني حاجة قال لي number 2 إن كمان أقدر أعمل analysis للوتر. لا مش فاهم الحتة دي. طب تعالى بقى، كنت بقول لك قول لي كده المولكيول of water consists of إيه؟ هو بيتكون من H2O، يعني أقدر أفصله الهيدروجين وأكسجين. صعب جدا، العلماء على مر العصور كان صعب جدا عليهم الموضوع ده وقالوا إنه impossible، لحد ما جه عندنا ساينتست وقال أنا هقدر أعمل كده عن طريق استخدام الإلكتريك إنرجي. وكان الساينتست ده مين؟ كان هوفمان اخترع جهاز هو اللي عمله وسماه هوفمان فولتميتر. سماه ايه؟ هوفمان فولتميتر. هوفمان فولتميتر بقى بيكلمني عن ايه؟ قال لي الهوفمان فولتميتر ده هو عبارة عن ديفايس او أداة او جهاز زي ما انت شايف كده، بيعتمد على الالكتريك انرجي. بقدر اوصل الالكتريك انرجي في الجزء اللي تحت ده، البوزيتيف بسلك البوزيتيف، النيجاتيف بسلك تاني، وبحط الووتر فوق هنا كده. ايه ده؟ بس مكتوب اسيدك ووتر. يعني ايه اسيدك ووتر؟ قال لي اسيدك ووتر او اسيديفايد ووتر، يعني الووتر محطوط عليه بس دروب من الاسيدك سوليوشن. اقدر احط سلفوريك اسيد مثلا، يبقى هحط دروب اور 2 بالكتير قوي من السلفوريك اسيد، وهغير الووتر اللي هخليها جود كوندكتور اوف الكتريستي. بس الووتر طول عمرها جود كوندكتور اوف الكتريستي؟ لا. يبقى بعد كده هنكمل ونقول انه لما انا جيت احط هنا الالكتريستي، بدأ الالكتريستي تمشي في الووتر اللي انا خليته جود كوندكتور اوف الكتريستي عن طريق وضع دروب اوف 2 من السلفوريك اسيد. يبقى انا هعمل ايه؟
أنا هاحط drop or 2 من السلفوريك أسيد على الووتر. طيب هاسمي الناحية النيجاتيف دي إيه؟ أي electricity في الدنيا هي عبارة عن positive ونيجاتيف. أي electricity في الدنيا هي positive and negative. طيب الpositive دي عبارة عن الpositive pole هو الأنود والنيجاتيف pole هو الكاثود. يبقى تاني إيه اللي بيحصل؟ باحط الووتر هنا في الجزء اللي في النص ده وباحط عليه drop or 2 من الacidic water سوري السلفوريك أسيد يعني water plus sulfuric acid. بيجي give reason يقول لي ليه هتحطي sulfuric acid؟ to increase conductivity of electricity of water عشان أقدر أزود الconductivity أو to make water good conductor of electricity. هتلاقيها مكتوبة برضه في بعض الكتب بالطريقة دي. طيب بعد ما حطيته ووصلت البوزيتيف بول بالنيجاتيف بول أنا بدأت أحط البوزيتيف والنيجاتيف مع الباتري بتاعتي، البوزيتيف ناحية البوزيتيف والنيجاتيف ناحية النيجاتيف، وبدأت ألاقي الووتر بدل ما كان واصل للمستويات دي تنزل لتحت ويتكون عندي فراغ كده. أنا كمان بدأت ألاحظ حاجة غريبة أو هنعرف ليه بعد كده، إن عند الكاثود الفراغ أو السبيس أعلى بكتير، يعني المَيّة بدأت تنقص ليه؟ لإنها بيحصل لها analyzing بيحصل لها decomposing بتتفك تاني لهيدروجين وأكسجين فبتختفي وبيظهر مكانها الجاز. عند الكاثود لقيت إن الفراغ أو السبيس اللي ظاهر أكبر بكتير من الفراغ اللي موجود عند الأنود. تقدر تدخل على الصفحة على الفيسبوك وتتفرج على التجربة أو الإكسبيرمنت اللي بتوضح الديكومبوزنج أوف water by electricity. طيب ليه اللي عند الكاثود السبيس أكبر؟ هبدأ أقرب سبلنت يعني شعلة عشان أختبر والله اللي طلع عند الأنود اللي هو البوزيتيف ده اسمه إيه واللي طلع عند الكاثود اللي هو النيجاتيف اسمه إيه. لما جيت أقرب عند الأنود أو البوزيتيف لقيت إن السبلنت اللي في إيديا الشعلة دي بدأت تزيد جدا وتتوهج ويحصل لها increasing burning. طب هو مين اللي بيعمل increasing burning؟ برافو عليك، الأكسجين جاز. طب قربت عند الكاثود لقيت إنه عمل بوب ساوند. البوب ساوند إحنا خدناه في الليسون اللي فات واللي قبله، إنه دايمًا مين الجاز اللي بيعمل بوب ساوند؟ الهيدروجين. برافو عليك. يبقى حصل هنا إيه؟ حصل electrolysis للووتر. يعني إيه electrolysis؟ يعني decomposing by electric energy. اتفكت الووتر لهيدروجين وأكسجين تاني عن طريق الإلكتريك إنرجي. يبقى هوفمان استخدم إيه؟ استخدم الإلكتريستي أو الإلكتريك إنرجي عشان يقدر يعمل إيه؟ electrolysis of water into hydrogen and oxygen. طب بما إن الووتر ده H2O يعني فيه 2 H وواحدة بس O، يبقى الريشيو اللي هيخرج بيها الجازز دي إيه؟ الهيدروجين للأكسجين 2 to 1. ليه يا سيدي 2 to 1؟ لأن الهيدروجين ضعف الأكسجين هنا. يبقى الهوفمان فولتميتر used for the electrolysis of acidified water. طيب give reason adding drops of dilute sulfuric acid to water during electrolysis. إن أنا أضيف كده drops من السلفوريك أسيد للووتر عشان أعمل لها electrolysis أو أفكها. وده كانت تاني حاجة في الكيميكال بروبرتيز. يبقى خدنا أول حاجة إنه has neutral effect on litmus paper، ولو جاب لي give reason قال لي الووتر has neutral effect on litmus paper سوري معلش ليه give reason الwater doesn't change litmus paper because it has neutral effect on litmus paper. هي عندها neutral effect، هي ما عندهاش effect على litmus paper. طيب وتاني حاجة خدناها هي electrolysis of water أو فك الووتر للهيدروجين والأكسجين تاني. طيب mention one use هقول لك بسرعة كده الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. هوفمان فولتميتر used to electrolysis of acidified water. لازم أقول acidified water؟ بعد إذنك لازم، عشان أنا محتاجة أحط أسيد عشان الووتر يكون مستجيب للإلكتريك إنرجي أكتر. الجزء الأخير في الليسون واللي بيجي عليه أسئلة كتير جدا by the way اسمه water pollution، وهنا هيكلمني عن اللي بيحصل للووتر. بيقول لي إن الووتر pollution هو ال addition of any substance، إضافة أي مادة للووتر بشرط إن المادة دي تغير في الاستراكشر بتاعه في البروبرتيز بتاعته، ما تخليهوش هاي ميلتنج بوينت سوري هاي بويلينج بوينت،
ما تخليهوش نيوترال افكت، ما تخليش الدنسيتي بتاعته decrease on freezing. اي صفة هتتغير سواء كيميكالي او فيزيكالي ده معناه ان حصل pollution للووتر. يبقى لما اجي اعرف، ومهم قوي الديفينيشن، الووتر pollution ايه هو؟ it's addition of any substance to water which causes continuous gradual change، تغيير مستمر، مش من اول لحظة احط المادة دي زي ان انا ماشي بحط رابش او برمي واسطس بتاعتي في الووتر، مش من اول لحظة هتعمل pollution، لكن مع الاستمرار continuous gradual change in water properties and affecting the health and life of living creature. مرة كمان كده it's addition of any substance، إضافة أي مادة للwater which causes a continuous gradual change in water properties and affecting the health and life of living creature. الووتر pollutant كمان classified into ايه؟ قال لي الووتر pollutant اولا كده كلمة pollutant يعني الملوث اللي بيسبب البوليوشن. طيب الووتر pollutant هو يا اما نيوترال يا اما artificial، يا اما نيوترال يا اما artificial. طيب النيوترال زي الفولكانيك eruption، زي الdeath of living organism. استني يعني ايه volcanic eruption؟ يعني حصل فولكانو فخرجت كل الحاجات اللي تحت الارض تحت الارض وبدأت تنزل وممكن تصل لحد الووتر، او حصل ده في الووتر اصلا، ده اسمه volcanic eruption. الdeath of living organisms ان يبقى عندي كائن حي ويموت فارميه في النيل او ارميه في الريفر او في اي سي عشان اخلص منه. اللايتنج كامباني thunderstorms يعني البرق واللي بيبقى معاه thunderstorms ده بيعمل لي انواع من البوليوشن لايك النيتروجين اوكسيد، دي ماده ملوثه وبتنزل مع الامطار وبتسبب لي pollution، ده كده اسمه نيوترال. طب امال الارتفيشال بقى؟ يعني الحاجات اللي حصلت سبحان الله ربنا قدرها مش في ايدينا، انما الناتشرال الطبيعي اللي ربنا سوري الارتفيشال الانسان عمله اللي هو المان اكتيفيتيز. الجدول ده مهم جدا جدا جدا، بيلخص لي كل انواع الارتفيشال، انه ممكن على حسب بقى نوع الاكتيفيتي اللي هيعمله الانسان هيعمل نوع معين من البوليوشن، زي مثلا يحصل ميكس مان اند انيمال واسطس، ان تختلط الواسطس بتاعت المان والانيمال مع الووتر، تمام كده. طيب ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي biological pollution. البيولوجيكال بوليوشن ده ممكن يعمل اضرار ايه للانسان؟ يعني ما احنا اتفقنا ان الووتر بوليوشن لازم هيعمل ضرر لصحة الانسان عشان نقدر اسميه pollution affect human health او living organisms كلهم health، يعني مش human بس. ممكن يسبب لي بالهارسيا وده مرض، تايفويد، هيباتايد. يبقى هقول ايه kind of pollution؟ اول حاجة biological pollution وده بيبقى سببه الاوراجين يعني السبب بتاعه mix man and animal wastes with water، يعني الإنسان أو الأنيمال ينزلوا في المية ويبدأوا يتعاملوا معاها على إنها ممكن تتقبل الواسطس بتاعتهم أو الفضلات بتاعتهم تبقى مختلطة بالووتر، ساعتها هتسبب أمراض كتيرة جدا لأي حد ينزل بس المية دي، زي البلهارسيا والتيفويد والهيباتايد. طيب ما بالك بقى لو هيشرب منها مش هينزلها بس. وللأسف مصر عانت فترات طويلة من مرض البلهارسيا لنفس السبب. طيب تاني نوع عندي الكيميكال بوليوشن. الكيميكال بوليوشن بيجي منين؟ قال لي بيكون عندي مصنع وجنبه أي منفى أي مسطح مائي، أي ووتر، سواء بقى ليك ريفر سي أيا كان. طيب أنا لسه هاخد حاجتي وأروح أرميها بعيد زي ما القانون بيقول. طب ما أنا أعمل يعني منفذ كده من المصنع للووتر ده على طول، وساعتها هيحصل discharging sewage and factories remains in water. هرمي كل البواقي بتاعتي في الووتر. طبعا بواقي المصانع دي عبارة عن كم رهيب من كيميكالز كتيرة جدا، element خطر جدا تضاف للووتر. وبالتالي لو حصل eating fish contains، لو انا جيت اكل السمك بقى اللي عايش في المية دي، طبعا جسمه هيبقى معرض للإليمنت اللي اترمت في الووتر، زي ايه؟ زي الليد، ده نوع من الإليمنت. الليد لو زاد بيسبب cause death of brain cell، ده طبعا مرض خطير جدا. brain cell خلايا المخ تبدأ تموت، death of brain cell. طيب لو زاد عندي الميركوري
when we eat fish contains mercury causes blindness العمى، يعني ما اقدرش اشوف يعني. arsenic ده طب another element كمان اهو. الارسنك بيعمل ايه؟ increases infection rate by liver cancer، بيزود الإصابة بالليفر كانسر. دي الهارمز بتاعة الكيميكال pollution. مش قادرة أقول لك قد إيه الجدول ده مهم جدا، بيجي في الامتحان كتير جدا جدا جدا. mention kinds of artificial pollution biological وchemical وthermal وراديانت. بيجي أكتر يقول لي الهارمز of biological مثلا، أو mixes animal and man wastes with water causes space فتقول له أنت الدامجز أو الأمراض اللي بتحصل. طيب يبقى قلنا كده نوعين biological وchemical. طيب الثيرمال بقى والراديانت بيبقوا لنفس السبب. أنا عندي نيوكليير رياكتور، واتفقنا النيوكليير رياكتور ده هو المبنى اللي بيحصل فيه النيوكليير رياكشنز، ودي بتخرج كم هائل من الهيت انرجي اتكلمنا عنها لما كنا بنقول عن الليكويد صوديوم، وازاي بيقدر ينقل الهيت انرجي دي من جوه الرياكتور لبره الرياكتور. طيب لو جه الرياكتور ده جنب منفذ من منافذ الووتر وبدأ يتخلص من الواسطس بتاعته في الووتر، طيب وانا ليه ادور على الليكويد صوديوم عشان ابرد الرياكتور بتاعي؟ طب ما انا اخد الووتر بتاعت السي واعديها في الرياكتور فيبردهولي وترجع البحر تاني، ترجع النهر تاني. طبعا بترجع الريفر او السي بكم رهيب من الهيت انرجي، بيعمل على طول death of marine creature. ليه؟ لان الاكسجين اللي بيتنفسوه المارين كريتشر، يعني المخلوقات اللي عايشه في الووتر، بيتفصل الاكسجين، بينفصل due to separation oxygen. الاكسجين اللي دايب في الووتر ده بينفصل عنها، مش بيلاقوا حاجه يتنفسوها وبيموتوا في ساعتها. طب ليه الاكسجين حصل له separation؟ عشان الهيت انرجي الرهيبه اللي جت من الرياكتور للووتر. وده اسمه ايه؟ اسمه ثيرمال انرجي. ثيرمال انرجي لانه نتيجه الثيرمال انرجي، سوري ثيرمال بوليوشن. يبقى الثيرمال بوليوشن ايه هو او بيجي منين؟ سببه ايه؟ ان الووتر يوز تو كول رياكتور. استخدم الووتر عشان ابرد الرياكتور بتاعي، ما استخدمش ليكويد صوديوم، هروح استخدم الووتر. هيحصل ايه؟ هيحصل death of marine creature. ليه؟ give reason. الثيرمال pollution causes death of marine creature. give reason. due to separation of oxygen. due to separation of oxygen. طيب الراديانت بقى، قال لي الراديانت pollution بتيجي نتيجة أول حاجة dumping atomic wastes. هاخد بقى البواقي اللي في الرياكتور دي والفضلات وأقوم راميها في الووتر. leakage of radioactive material. كل الماتيريال اللي جوه عندي radioactive مشعة وخطر جدا، أو ما ناخد الباقي وارميها في الووتر. طبعا بيحصل أكتر حاجة بتحصل هي إنه يحصل increase للكانسر، increase لinfection by cancer. النيوكليير رياكتور بيسبب ثيرمال وراديانت بوليوشن، الاثنين بيجوا بسبب النيوكليير رياكتور. الثيرمال افرق ما بينهم ازاي عشان السؤال اكتر واحد، ازاي وامتى اقول ثيرمال وامتى اقول راديانت؟ ثيرمال لما تلاقي كلمه كول رياكتور، كول رياكتور، الكلمه دي كده معناها ان انا عندي ثيرمال بوليوشن. طيب dumping atomic wastes يبقى radiant pollution. radiant pollution. الهارمز بتاعة الراديانت كمان منها increasing rate of cancer. increasing rate of cancer. نصيحتي ما تفوتش صفحة من دول غير لما توقف الفيديو، تسمع لنفسك الديفينيشن بتاع الووتر pollution، هي الهارمز، هي الناتشرال pollution أو pollutant. كل الحاجات دي مهمة جدا، بتيجي في الامتحانات كتير. أنا قلت لكم بالمختصر إيه أكتر الأسئلة اللي بتتكرر. أتمنى يا رب تكونوا تمام وأجزاء مفهومة، لو مش مفهومة بلغوني وأنا هعيد أكيد الأجزاء دي. شكرا ليكم وأشوفكم إن شاء الله مع يونت بقى 2. أخيرا خلصنا يونت 1 الحمد لله. يونت 2 هنبدأ فيها من الفيديو الجاي إن شاء الله. أشوفكم على خير وباي باي.